عالسلامة. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في خير وفي صحة جيدة. كما نعرفوا العيد مازالت له أيامات قليلة ويجي، ربي يحيينا ليه بألف خير. حبيت اليوم نشارككم وصفة البشكوتو التونسي، البشكوتو الزمني متاعنا. الوصفة إن شاء الله كي تجربوها باش تكون ناجحة من أول تجربة، باش يجيكم بشكوتو يتقرمش هشوش بنين، كيما اللي يتباع في المحلات البرة. ما نقولكمش وقت نطيب فيه ريحة الكوجينة كيفاش فاوحة، جا بنين برشا. ننصحكم جربوا الوصفة ماكمش باش تندموا. اليوم عملت كمية هايلة، يعني كيلو دقيق عملت بقى كبير من البشكوتو. راي الصورة مش عطيته حقه. مزيان أحلى من هكاكا بياسر. البورتابل متاعي على قده وصورته على قدها. كما تشوفوا البشكوت هكا كي نكسروا ظهري يتقرمش، معناها الصورة معبرة. وتوا نبداو على بركة الله في طريقة إعداد البشكوتو التونسي. نحتاج في وصفة اليوم 5 بيض. البيض بحرة الغرفة، وكعبات البيض متاعي من الحجم الكبير. انتم كان عندكم بيض صغير حطوا 6 كعبات، ومعاها 250 جرام سكر. انا الحلاوه عملتها يعني حلاوه معتدله، ما عملتوش حلو برشا. انتم كان تحبوا البشكوت وحلو حطوا 300 جرام. ونقعد نحرك السكر لين يذوب، يعني ما نركضش العظم مع السكر، جوست نحرك خاطر ما حشيش به باش تركض العظم لين يذوب السكر. وحطيت الفانيليا ليكيد، انتم تنجموا تحطوا الفانيليا المتوفره عندكم، سكر فانيليا سكر زهر كما تحبوا. والهوني رشة ملح، الملح باش يعدل حلاوة البسكوت ويبدأ الملح كيف ما نعرفه في الحلويات يعني يعزز نكهة الحلو. الهوني 300 مليلتر من الزيت النباتي. انتم تنجموا تستعملوا 300 جرام بين زبدة وزيت. أنا الهوني حبيتها وصفة اقتصادية، عملت زيت صافي وجابنين. الهوني عندي سمسم جلجلان محمر، عندي قرابة 200 جرام صبيتهم الكل. انتم تنجموا تحطوا الفاكهة المتوفرة عندكم. المهم تحطوها في المرحلة هذه، ما تحطوهاش في الاخر، الخاطر كي تحطوها في الاخر راي ما تشدش في البشكوت ويقعد الفاكهة مفرطة على برا. الهوني باش نبدأ نزيد الفارينة وباش نقعد نغربل فيها، لازمها تتهوى، الدقيق لازم يتهوى. وباش نزيد 30 جرام خميرة حلويات، يعني 3 باكوات. راهو الخميرة ماهيش برشا، هذيك الكيلو ديما ياخو 30 جرام من الخميرة باش يجيكم مهشوش وماهوش ملبد. وباش نغربلهم مع بعضهم. والهون الفرينة باش نقعد نزيدها بالتدريج، نقعد كل مرة نغربل شوية لمين ما نعجنش البسكوت، راهو ما يتعجنش. انتم تنجموا تغربلوا الفارينة معناها قبل وحدها، انا فرد وقت عملت كل شيء. لوني خلطت بالركاز اليدوي، نلقاه ماهوش باش يعطيني النتيجة اللي حاشي بها. كملت لميت بداية، نقعد نلموا بشوي بشوي نتحصلوا على القوام المطلوب. الهوني كي نزيدوا الفارينة نزيدوا بالتدريج كما قلت لكم، ما نعجنوش. وراو كل فرينة قداش تشرب. انا ال5 عظمات خذاو لي كيلو فرينة، انتم تنجموا تاخذ لكم 900 جرام، نجم تاخذ لكم كيلو و100، انتم والفرينة اللي عندكم. المهم كي توصلوا القوام المطلوب اللي باش تشوفوه توقفوا على زيدان الدقيق. الهوني ايديا كما تشوفوا لصقه فيها العجينه. ننصحكم يديكم بعد ما تلموا العجينه يديكم تغسلوها، الخاطر تبدا يديكم معناها لصقه فيها كالعظم. العجينه الاولى ما تتنحاش، ما نجموش تحكموا عليها العجينه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. الهوني في المرحله هذه انا باش بعديك نمشي نغسل ايديا باش كنمس العجينه نجم نحكم عليها. او كيما تشوفوا غسلت ايديا ومسيت العجينه، كي نشوفها ما عادش تتلصق طريه وما عادش تتلصق ما عادش نزيد الفارينه. ان شاء الله تكون المعلومه واضحه.
هذاك القوام اللي حاجتي بيه. عجينة البسكوت وراهي ما ترتاحش، انا جست ما لميتها بديت نخدم بها او كيما تشوفوا الطرية ما تلصقش في اليدين. المهم اليدين تكون مغسولة، خاطر اذا ما هيش مغسولة من العجين راهي باش تقعد تلصق لكم. الهوني باش نصب شوية زيت نباتي على البلان دو ترافاي، باش نبدا على بركة الله. نحط البسكوت في الماكينة الكهربائية، اللي ما عندهاش الماكينة الكهربائية تعمل بك الماكينة العادية معناها اليدوية، واللي ما عندهاش الماكينة اليدوية أنا سبق وشاركتكم وصفة البسكوت بلاش ماكينة. ان شاء الله تنخلي لكم رابط الفيديو في اول التعليق وفي صندوق الوصف. يعني اللي ما عندهاش ماكينة تنجم تعمل البسكوتو. الهوني القماع اللي استعملته قماع حديد، ننصحكم تستعملوا القماع الحديد في البسكوتو، الخاطر البلاستيك مش باش يعطيكم اك التشريفه اللي نحبوها. اكل الجرحه تاع البسكوتو سبيسيال هذيك ما تلقاوها كان في القماع الحديد. وقعدت كيك انا وحدي راني خدمته البسكوتو، قعدت مني نحط في الماكينه ومني ننزل ومني الحاسيلو تعبني شويه، ما الحمد لله كملته وجابنين. يستحق التعب هذاك بصراحة. الهوني عملت رصفتهم بجنب بعضهم بالطريقة هذيك بالطول، وشديت السكينة وبديت نقص فيهم الكل مع بعضهم باش ما نقعدش نقص بالكعبة. وجبت كعبة وقعدت نقيس عليها في البقية باش كعبة البسكوت يجيو قد. إن شاء الله تكونوا فهمتوني. بالطريقة هذيك راي تسهيل عليكم عملية تحضير البسكوت، معناها ما تقعدوش بالكعبة وتقصوا تاخذ جهد وتاخذ تعب وما تجيكمش الكعبات الكل كيف. تبعوا الطريقة هذه وتفكروني. باش نكمل بقية العجينة بالطريقة اللي شفتوها. ديما حاولوا تقيسوا الكعبات قد معناها باش يجيكم منظمة. ومن بعديك باش ناخد طبق نفرش عليه ورق الطبخ، يعني ضروري ورق الطبخ في الطبق باش ما يلصقش البسكوت في الطبق. ونقعد نرصف فيهم بعاد على بعضهم شويه، خاطر كما نعرفوا البسكوت فيه الخميره باش يتضاعف الحجم متاعو. والهوني انا مسخنه الفور مسبقا على 170 درجه، باش نحطه في الفور يقعد يطيب لين يحمر. وهذا البسكوت بعد ما حضر صدقوني جا بنين ما نجمش نوصفلكم البنه متاعو والريحه الفاوحه. صدقوني يقش علي عندي باتيسوري في الدار. بسم الله ما شاء الله. جربوا الوصفه ما كومش باش تندموا. يعني كي تتبعوا الأحكار اللي عطيته لكم راهو البسكوت متاعكم باش يجيكم ناجح. واللي تجرب الوصفة ما تنسيش تقولي رايها في التعليق، واللي ما فهمش حاجة زادا كيف يسألني في التعليقات وبإذن الله أتو نجاوبكم. وإن شاء الله فيديو اليوم عجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات جاية إن شاء الله. بسلامة الناس الكل وشاهية طيبة.